كانت العصابة بتطوقهم تطلع عليهم بالقماشة الصفراء ولا مش انت بتعمل ايه؟ بجهز للحلقة. هو انت في حد اصلا بيتفرج عليك؟ قوم يا تصور يا بقول لك ايه، قابلني في الخن بالليل عشان عاوزك. كتير من الناس على السوشيال ميديا بيستعملوا الساج لايف وما يعرفوش اصلها، او بيكونوا فاكرين ان المقصود بيها المغني سنوب دوج. اذا فتحت جوجل وكتبت كلمه ساج هتلاقيها طلعت بمعنى كلمه السفاح، واذا دعبست اكتر هتلاقي ان اصلها في المعاجم الامريكيه، لكن لما تقرب اكتر هتكتشف ان الكلمه دي اقدم من امريكا نفسها. لو فاكر ان المافيا والياكوزا والثالوث الصيني اخطر العصابات، يبقى لسه ما تعرفش اخويه الخناقون. عصابه الخناقون او الساجس اللي جه منها بعد كده الساج تعتبر واحده من اشرس واقوى العصابات اللي عرفها العالم في القرن ال 13، واجرامها استمر اكتر من 6 قرون، ودخل موسوعه جينيس لاكبر جماعه قتل منظمه وصل عدد ضحاياها ل 2 مليون قتيل. ما تستغربش، لانك هتعرف بعد كده ان الزعيم نفسه لازم يكون قاتل ما يقلش عن 200 قتيل، وليه اسم ورتبه عسكريه خاصه بيهم وهي جيميدار. العصابه كان لها تنظيم شبه عسكري، والانضمام بيبقى بالوراثه او عن طريق الاطفال اللي بيخطفوهم ويتبنوهم بعد ما بيقتلوا اهاليهم، والطريقه الاخيره بالتعيين، يعني تبقى بلطجه قد الدنيا وتقدم وتعمل اختبار قدرات، تثبت كفاءه، شجاعه، قدره على القياده، بعد كده تبقى واحد منهم. طب العصابه دي كانت بتقتل ازاي؟ الخناقون كانوا بينفذوا عملياتهم بدقه كبيره. في الاول بيبعتوا جواسيسهم في المدن والاسواق والحمامات الشعبيه عشان يسمعوا ويعرفوا اذا في قافله معديه او ناس مسافرين، او بيندسوا في شكل متسولين قدام الفنادق، او يناموا على الارصفه زي المشردين والمتسولين، وطرق كتير غير. تاني حاجه، مجموعه من العصابه بتندس داخل القافله ويختلطوا بالناس ويكسبوا ثقتهم على شكل تجار او حجاج او رجال دوله، وكانوا اوقات بياخدوا زوجاتهم واولادهم معاهم اللي هم اساسا افراد معاهم في العصابه، وفي اماكن معينه بتنضم ليها مجموعات تانية لحد ما يطوقوا القافله من كل الجهات. ومعظم حالات القتل بتتم عند نقطه اسمها بيلي، طبعا عشان كانوا عارفين مسالكها ومخابئها، ده غير الابار والكهوف اللي سهل يخبوا الجثث فيها. وتبدا افراد العصابه بعمليه القتل عن طريق قماشه صفراء بيسموها رمال، بيخنقوا بيها المسافرين لحد ما يموتوا. امال فين الحراسه؟ قبل التنفيذ بالظبط كانت العصابه بتولع نار، وبمجرد ما باقي العصابه يشوفوا الدخان تبدأ مجموعة بالرقص والغنى والتسقيف عشان يصرفوا انتباه الحراس، وبعد كده تهجم مجموعة تانية على الحراس وما يخلوش ولا واحد عايش في القافلة. العصابة كان ليها شوية مبادئ. أولا، ممنوع القتل بالسيف أو الخنجر إلا في أضيق الحدود، واعتمادهم كله كان على القماشة الصفراء. ثانيا، ممنوع قتل النساء والأطفال إلا إذا كان سايبانهم خطر عليهم في حال شافوا وشهم ولا حاجة، وأغلب الأوقات كانوا بياخدوا الأطفال عشان يعلموهم ويبقوا خناقين المستقبل. ثالثا، ممنوع قتل المغنيين والراقصين والنجارين والعمال والكناسين والحدادين، وما كانوش بيلتزموا بيها على طول. ورغم اللي العصابة كانت بتعمله من قتل ونهب وسرقة، إلا إنهم كانوا مؤمنين إن هم بيقوموا بعمل إيماني، وهو خدمة الرب بتخليص الأرض من الأرواح الشريرة. وكلما قتلت أكثر كلما تقربت إلى الله أكثر. ولولا قتلهم للأرواح دي ما كانتش الأرض تطهرت، وقتلت كالي كل البشرية. مين كالي؟ العصابة كانت مؤمنة بأسطورة الإله كالي، اله الموت. كالي دي كانت مكلفه من الالهه ان هي تقتل راكاتابيجا، وده عفريت اسطوري، والمشكله انها كانت كل ما تقتله كانت كل قطره دم بتقع منه بتقوم عفريت تاني، لحد ما فكرت ستنا كالي وقطعت فستانها الاصفر، قررت انها تخنقه بيه، وبكده مات العفريت من غير ولا نقطه دم، وامرت بالاحتفاظ بالقماشه وانها تورث لاولادها ويخنقوا بيها كل اللي يخالفهم في الطائف، واصبحت طريقه القتل دي مقدسه عندهم. ومن هنا نشأت اخويه الخناقون. زي ما كتير بيقول، الخناقون فضلوا مستمرين 6 قرون بسبب السريه التامه وقدرتهم الكبيره على التخفي، وانهم ما بيسيبوش اي اثر وراهم. وفضل الخناقون على الوضع ده لحد ما بريطانيا احتلت البلد. مع بدايات القرن ال 19 كان الانجليز على ابواب البلد، وفي ظل وجودهم ورغم ان العصابه قررت ان هم ما يقربوش لاي جندي انجليزي او اوروبي بشكل عام، الا ان الانجليز ما سابوهمش في حال، وكلف الحكم البريطاني ضابط اسمه ويليام سليمان بالقضيه. وبعد 5 سنين من البحث والمطارده والمحاولات الفاشله للقبض عليهم، اعلن ويليام عن قافله كبيره هتمر، وكان كلها انجليز متنكرين في صوره تجار، واتخدع الخناقون ونجحت الخدعه، واتقتل كتير منهم واتمسك اكتر. وبدات الاعترافات اللي كانت مدهشه
مدهشه للانجليز. فمثلا خليه من 20 فرد اعترفوا بقتلهم ل 5200 راجل في 20 سنه، وواحد من الزعماء اعترف انه قتل لوحده 931 راجل خلال 40 سنه، وتجاوز عدد الضحايا 1.5 مليون. وتم القبض على برهام زعيم الخناقون، واعترف بقتل اكتر من 280 شخص، واعترف كمان عن كل اللي كانوا بيشاركوه في الجرائم دي. بس السؤال هنا، هو اعترف بالسهوله دي بدون اي مقاومه؟ الراجل شايف ان الاله كالي هي اللي بتعاقبهم عشان تقصيرهم وكسلهم في شغلهم. تخيل المفاجاه ان بعد ما تم القبض عليهم وتم حصر الاعداد، اتضح ان تلت افراد العصابه مسلمين. لو خدت بالك احنا لحد دلوقتي ما قلناش القصه دي بتدور في اي بلد وفي اي منطقه، وبسيرش بسيط وصغير هتلاقيهم بيقولوا لك الهند، وبسيرش بسيط وصغير عن الخناقون هيظهر لك الاله كالي والهند وقصه الماشيه الصفراء اللي انا لسه قايلها. لكن زي ما عودناكم في الخن هنا هتلاقي اصل المعلومه ومصدرها. عصابه الخناقون اول ما ظهرت كانت على يد حسن الصباح من الشيعه الاسماعيليه، وكانت في ايران، واشتهرت في الفتره دي بين القرن ال15 والقرن ال17 هجري. الراجل اخذ قلعه الموت في ايران كمركز لنشر الدعوه بتاعته، وتخصصت الطائفه لعمليات الاغتيال لرموز الامه الاسلاميه في الوقت ده، ونجحوا في اغتيال الوزير السلجوقي نظام الملك والخليفه العباسي المسترشد والراشد. اما عمليه الاغتيال الاشهر اللي فشلوا فيها محاولتهم اغتيال صلاح الدين الايوبي مرتين، لكن هولاكو نجح انه يقضي عليهم في فارس سنه 1256، وده بعد ما بحه كبيره حرق فيها كل مقراتهم واستخبوا في قلعه الموت. وفي الهند اختلطوا مع معتقدات المغول والثقافه الهندوسيه، وانضم لهم خليط من الجنسيات والاديان، فيهم الهندوسي والسيخي غير المسلمين، واختلطوا كلهم في منظمه اجراميه واحده، وبقوا اول مافيا منظمه عالميه في التاريخ. والمسلمين كانوا فيها بغرض اكل العيش بعيدا عن العقيده والكلام ده. واول اعتقال ليهم كان في عهد السلطان المسلم فيروز شاه الحاكم لاقليم الهند في الوقت ده. بعد انهيار الدوله الغوريه بالهند اتقبض على واحد منهم ودلوهم على حوالي 1000 من العصابه دي، لكن السلطان فيروز شاه ما قتلهمش، وامر بنفيهم للجنوب بعد ما اعترفوا ان هم مسلمين. والجاحظ وابن الجوزي اتكلموا عنهم، وهتلاقوا كلامهم تحت في المصادر. في النهايه وانت ماشي ولقيت حد جنبك معاه قماشه صفرا، فكر 100 مره هتعمل ايه. شاركونا بالتعليقات، وما تنسوش اللايك والشير، واشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس، واستنونا في خن جديد كل اثنين الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره. سلام عليكم.